في الحرب العالمية الثانية والحرب على أشدها ما بين ألمانيا وبريطانيا، أحد مساعدين هتلر الكبار اختلف مع سياسة هتلر ومع قراراته، وقرر الهرب والانضمام أو الاستسلام إلى الإنجليز. وفعلا الإنجليز يعتبر هذا ثروة بالنسبة لهم، كنز من أحد مساعدي هتلر يأتيهم ويستسلم. فعقب ما يعني دللوه بأفخم القصور والسيارات والملابس والأكل، عقب أسبوع قالوا له ها الحين اعتقد ما قصرنا وياك، ها وراح نعطيك زيادة بعد، بس نبيك تحدد لنا أهم المواقع والأماكن الزين المهمة في ألمانيا علشان نشل حركتها نضربها بالطيران والقنابل. فطلعهم قال لهم لا يا انجليز، لا يا حبايبي، ترى فهمتوني غلط، انا انفصلت عن هتلر فقط، لكني لم انفصل عن المانيا حبيبتي ووطني. شافوا منا فايده، علقوه على حبل المشنقه وهو يبتسم قال لهم ان للاوطان حرمه لا يبيعها او يفرط فيها الا الانذال، والفاسدين اللي عندنا انذال.